كان عندهم موهبة الرياضة وعشق كرة القدم واللعبة الحلوة، لكن الحظ ما ساعدهمش، فقالوا نجرب حظنا في الفن، فخطفتهم عدسات الكاميرات والأضواء. حققوا طموحهم من البطولات في السجادة الحمراء والمهرجانات. نجوم كتير في مجال الفن اللي شفناهم في السينما والتلفزيون واستمتعنا بأفلامهم ومسلسلاتهم كانوا في الأصل رياضيين، لاعبين كرة وسباحين. ورغم حبهم لمجال الرياضة لكن الظروف فتحت لهم الشهرة في مكان تاني خالص علشان يكونوا نجوم شباك. ونبدأ بالفنان الراحل نور الشريف، واللي بيعتبر واحد من ألمع نجوم الفن في تاريخ السينما المصرية، وسبق وتم اختياره للاعب في الناشئين في نادي الزمالك في جيل مليان نجوم زي حمادة إمام. لكن بعدها بفترة رحل عن الفريق الأول عشان يبدأ مسيرته في مجال التمثيل، وقدم أعمال كتير مميزة زي الدالي ولن أعيش في جلباب أبي. ورغم تألقه في الفن لكن حبه للكرة لسه بيجري في دمه، وتحديدا نادي الزمالك. شفناه هو بيقدم فيلم عن حياة واحد من الأرياف بيسيب بلده ويروح القاهرة ويلعب في نادي الزمالك، فيلم غريب في بيتي بشخصية شحاتة أبو كف. الاسم التاني بقى هو أحمد صلاح حسني، كان في ناشئين نادي هليوبوليس، بعدها انتقل للنادي الأهلي سنة 1997 ولعب في النادي الأهلي 4 سنين. بعدها جاله عرض للاحتراف الأوروبي من نادي فرانكفورت الألماني، لكن رغم موهبة أحمد صلاح حسني ما استمرش كتير واعتزل في 2008. ورحلته في الساحة المستديرة ما استمرتش كتير، واعتذر في العمر الذهبي لأي لاعب كرة وهو في سن 26. قرر أنه يتجه إلى موهبة مختلفة تماما وهي التمثيل، لأنه بيعشق التمثيل من وهو صغير. وبعدها شفناه بيتألق في شخصيات مميزة، شفناها في مسلسل عفاريت عدلي علام والاختيار الجزء الأول، الكتيبة 101 وغيرها. نيجي بقى للترند السنة دي وهي صفصف أنا الملكة. الفنانة هالة صدقي، الفنانة اللي قدمت واحدة من أفضل الأعمال الفنية وهو مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان، المسلسل اللي حقق أعلى نسبة مشاهدة سنة 2023. لكن محدش عارف إن الفنانة هالة صدقي من أهم السباحات المصريات في السبعينات، ولعبت باسم نادي الزمالك والمنتخب المصري في أكتر من مناسبة عربية وإفريقية، وأخدت أكتر من ميدالية، لكنها ما قدرتش توصل في عالم السباحة إلى المنافسات العالمية. هالة صدقي من الفنانات اللي خطفهم الفن من الرياضة في سنة 1979 لما شافها المخرج نور الدمرداش ورشحها في مسلسل لا يا ابنتي العزيزة، ومن هنا هالة صدقي دخلت مجال التمثيل. التالت واحد من الشخصيات الشعبية الكبيرة وهو حسن شاكوش، اللي كان في الأصل لاعب في النادي الإسماعيلي وكان عنده رحلة قصيرة في المستطيل الأخضر، لكن ساب النادي الإسماعيلي والمصري للاتصالات وقرر يغير مساره، وده بسبب ظروفه المادية. وقال في أكتر من تصريح تلفزيوني ما كملتش بسبب ظروفي المادية، والنادي وقتها ما كانش بيديني الفلوس، واتجه بعدها لأغاني المهرجانات.